الدولار عامل حركة خفيفة النهاردة قدام الجنيه، وقرر يطلع قرشين فوق كده في ختام التعاملات، وسجل في بنك مصر 48.8 للشراء و48.18 للبيع. يعني لو هتبيع دولارك هتاخد أقل من 50 قرش زيادة عن امبارح. ويلا ندخل على الأسعار في البنوك على طول. في البنك الأهلي المصري 48.8 للشراء و48.18 للبيع. في بنك مصر نفس الحكاية 48.8 للشراء و48.18 للبيع. في بنك الإسكندرية عامل نفسه مختلف شوية ونزل قرش واحد 48.7 للشراء و48.17 للبيع. أما في بنك القاهرة رجع الموضوع ل 48.8 للشراء و48.18 للبيع. باقي البنوك بقى زي بنك التعمير والإسكان وبنك أبو ظبي الإسلامي، قناة السويس، كريدي أجريكول، البنك التجاري الدولي CIB، وبنك البركة وبنك فيصل، كلهم على نفس السعر 48.8 للشراء و48.18 للبيع، كأنهم متفقين في جروب واتساب. أما بقى في السوق الموازي السوق السوداء، الواحد دولار بيساوي 48 جنيه، العشرة دولار 475 جنيه، ال100 دولار 4750 جنيه، ال1000 دولار 47500 جنيه، وال10000 دولار 475 جنيه. يعني لو معاك 10000 دولار تقدر تشتري شقة صغيرة أو تعمل فرح شعبي محترم بالبلدي. خلاصة بقى الدولار لسه بيجري حوالين 48 جنيه وملهوش نية يبعد عنها دلوقتي. الاستقرار النسبي موجود بس في السوق دايما، السوق دايما بيحب المفاجآت. يعني خليك صاحي وما تخليش الدولار يضحك عليك.